كان في نبي اسمه النبي دانيال مشهور في الديانات الثلاثة من 2600 سنة، شاف أحداث نهايات العالم وكتبها في سفر في الصفحة رقم 8 مكتوب، وشاف إن في حرب إقليمية هتحصل في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها بين إسرائيل وما بين إيران، وشبه كل مملكة منهم برمز. واحد شبهه رأيت كبش والتاني شبهه رأيت تيس بن معز. الاتنين دول هينطحوا بعض في المنطقة اللي احنا عايشين فيها. كتاب مكتوب بالشفرة عشان الناس تفهمه وناس تستهزأ بيه، زي الحرب العالمية التانية بالظبط. شفرة الدولة الألمانية شفرة حربية، شفرة حربية علشان الناس تفهمها وناس ما تفهمهاش. المؤمنين بالله يفهموها، الغير مؤمنين بالله لن يفهموها. مكتوب بالنص: ورأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا فلم يقف حيوان قدام ولا منقذ من يديه. هنا بيصور كل ايران وكل المملكه الفارسيه قدامها المملكه الامريكيه الاسرائيليه، بيقول لك عليها ايه؟ ورأيت تيسا من المعز جاء من المغرب. خد بالك من المغرب، الغرب، يعني الغرب الجماعي جاء من المغرب على وجه كل الارض ولم يمس الارض. بيقول لك ليه على وجه كل الارض ولم يمس الارض؟ على وجه كل الارض ولم يمس الارض جاي بالطيارات، هو مش جاي بجيوش بريه، هو جاي بالطيارات، جاي يضرب ايران، جاي يضرب ايران. الولايات المتحده الامريكيه الاسرائيليه هتضرب ايران في الشرق الاوسط. انت شايف الحرب المصغره اللي بتحصل دلوقتي حوالين الموضع المقدس هي البدايه فقط، لان هذه الحرب الاقليميه الكبيره اللي جايه هتجيب الاربع ممالك المسيطرين على الارض في المكان اللي احنا عايشين فيه، امريكا والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين، اللي هم اسمهم جوج ومأجوج، روسيا والصين. هيجوا في المكان اللي احنا عايشين فيه ويصنعوا حرب نهايات التاريخ في اخر 7 سنين في الارض. بيقول لك ايه بقى؟ فجاء المعز جاء من المغرب اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الجماعي على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض، وللتيس قرن معتبر بين عينيه. وجاء إلى الكبش اللي هو إيران صاحب القرنين الذي رأيته وقف عند النهر اللي هو نهر الفرات، وركض إليه بشدة قوته، ورأيته قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه، وطرحوا إلى الأرض وداسوا، ولم يكن للكبش منقذ من يديه. الولايات المتحدة الأمريكية هتحيد إيران وهتنزعها وهتفني لحمها وهتضربها ضربة لم يحدث مثلها منذ إنشاء العالم في الأيام اللي احنا ساكنين فيها بكل محاورها. في الوقت ده الشمس هتطفي والقمر هيتحول لدم وكل البحور هتعج والبراكين هتفتح على بني البشر، وهيكون أمة على أمة ومملكة على مملكة، والمؤمنين بالسيد المسيح اللي ساكنين في وسط الأرض الروح القدس هيخطفهم من الأرض، هيطلعوا إلى ما وراء النجوم قبل نزول السبع كوارث الأخيرة. حسب قول السيد المسيح يكون اثنين على فراش فيخطف الواحد ويترك الآخر، فكل من دخل في فلك نوح التاني هيكون ليه الحياة الأبدية، أما كل من رفض فلك نوح التاني لن يكون له الحياة الأبدية حسب المكتوب في الكتب السماوية. وأنا مش جاي أكلمك من نفسي، أنا معايا الدليل أهو، معايا الدليل. هنا بقى الملاك جبرائيل فسر للنبي دانيال الرؤية. بص تفسير الملاك جبرائيل لما قال له على الرؤية، بيقول له إيه؟ فجاء إلي حيث وقفت، ولما جاء خفت وخررت على وجهي. وقال جبرائيل: فهم هذا الرجل الرؤيا. فقال لي: افهم يا ابن آدم. الملاك جبرائيل بيتكلم مع دانيال إن الرؤيا لوقت المنتهى، يعني لآخر 7 سنين في الأرض. وإذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي. طبعا من هيبة الملاك جبرائيل كان النبي دانيال مسبخ على وجهه، يعني مش قادر يقوم من هيبته لأن هو من نار، فاهمني؟ وقال: ها أنا ذا أعرفك ما يكون في آخر السخط. آخر السخط يعني نهايات العالم، نهايات العالم، لأن الميعاد للانتهاء. أما الكبش الذي رأيت ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس. بص الملاك جبرائيل بيقول له الكبش الذي رأيت هو ملوك مادي وفارس، حسب ما بقول لك ملوك مادي وفارس دول إيران. الكبش الذي رأيت هو ملوك مادي وفارس، اللي قدامه التيس اللي جاي من الغرب اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية. بس بيقول لك ايه؟ والتيس العاتي. التيس العاتي هنا ملك اليونان. على فكره الولايات المتحده الامريكيه والغرب الجماعي دول منبثقه من حضاره اليونان او منبثقه من الحضاره الغربيه. والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الاول. بص بيقول لك ايه؟ في اخر مملكتهم عند تمام المعاصي، يعني في نهاية العالم لما المعاصي كلها تتقفل. يعني ايه المعاصي كلها تتقفل؟ يعني الناس ترغم على عمل الشر، والجيل اللي احنا ساكنين فيه ده فيه ارغام على عمل الشر، هي دي ركسة الخراب المكتوبة في كتاب النبي دانيال، الارغام على عمل الشر، فاهمني؟ في تمام المعاصي، في تمام المعاصي. بيقول لك ايه اللي هيحصل؟ في آخر مملكتهم عند تمام معاصي يكون ملك جاف الوجه وفاهم الحيل وتعظم قوته، ولكن ليس بقوته يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين، وبحذاقته ينجح أيضا المكر في يده ويتعظم بقلبه في الاطمئنان ويهلك كثيرين.
ويقوم على رؤوس الرؤساء وبلا يد ينكسر. فرؤيا المساء والصباح التي قيلت هي حق. هنا بيتكلم عن رئيس من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية هيجي في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها وينشر حروب يوم القيامة ويبذر ما بين الشعوب مؤامرات. فالحدود الجغرافية هتتنزع والناس هتتقسم نصين. وفي الحرب العالمية الثالثة الناس هتتخير ما بين السمة الأخيرة اللي عددها كده كده كده، كل من يضع هذه السمة هيكون للحياة للولايات المتحدة، أما كل يرفض هذه السمة هيتم تحييده من العالم. هي دي التجربة العتيدة انها تجرب كل الساكنين على الارض عشان تفصل سكان العالم عن بعضهم وتعرف اللي مع الله واللي مع الشيطان، لان كل اللي هيضع هذه السمة هيكون مع الشيطان ولن يكون له حياة، اما كل اللي يرفض هذه السمة هيكون ليه حياة ابدية، لو مات سيحيا. فكن امين الى الموت فاعطيك اكليل الحياة. ده الروح ودي النبوة ودي الكلمة. الوقت قريب، استعدوا للقاء الهكم.